معتمد جمال ما عندوش مشكله ان هو يتاذي دفاعيا بسبب تواجد احمد فتوح في خط النص عشان اللقطات دي. احمد فتوح هو الحل دايما لكل اللعيبه بتاعت خط النص وكمان خط الهجوم. يعني هنا عندك بزيرة مش لاقي ثغره في دفاع شباب بلوزداد عشان يظهر له احمد فتوح ويلاقي له الحل. احمد فتوح يقوم عامل معاه 1 2 في مساحه ضيقه، رغم ان زي ما بوريك كده في اتنين مدافعين قافلين كل زوايا التمرير وزوايا اللعب. لو هو لعيب عادي هيمسك الكوره يفضل يحتفظ بيها شويه بعد كده يرجعها تاني للجون، لكن احمد فتوح كواليتي مختلف. هنا احمد فتوح نزل يستلم من الدفاع، وزي ما انت شايف كده الكره جت على يمينه اللي هي رجليه الضعيفه. احمد فتوح ما عندوش مشكله، هيلعب لك الطويله قدام رجلك ويكسر كل خطوط الدفاع بتاعت شباب بلوزداد عشان يخلي الزمالك في افضليه دايما من الناحيه الهجوميه. ودي كرة غريبة قوي انا ما فهمتهاش، عكس كمان امكانيات احمد فتوح. حسام عبد المجيد بيلعب الطويلة على راس احمد فتوح عشان احمد فتوح يعرف كمان يزحلقها لناصر منسي عشان برضه يعمل فرصة خطيرة للزمالك. والكرة دي توريك ميزة احمد فتوح اللي مش موجودة في كل اللعيبة. هنا محمد شحاتة بيسند على احمد فتوح وهو ظهره للملعب، ولكنه حافظ الملعب ومصوره جوه دماغه، عارف كل لعيب بيتحرك فين وكل لعيب بيقف ازاي. احمد فتوح دايما بيعدل جسمه ناحية الجون، عمرك ما هتشوفه بياخد الكرة وبيرجع بيها عشان طول الوقت يبقى هو الجنريتور بتاع هجمات الزمالك. الهجمه دي انا عايزك تبروزها كويس قوي. بص هنا احمد فتوح وهو بيستلم في 3 محاصرين، هتروح يمين في لعيب، هتروح شمال في لعيب، في ظهرك كمان لعيب. فاحمد فتوح يعمل ايه؟ يستلم الكوره يمشي بيها شويه يفسح اللعيب الاولاني، ثم بعديها يزق الكوره برده ويعدي من اللعيب الثاني وتفضل قدامه مساحه، واللعيب اللي اتفسح في الاول رجع كمان يرد مع الهجمه وظهر له لعيب رابع من العدد. كل ده واحمد فتوح بطوله ماسك السلاح وعمال بيقطع في لعيبه شباب بلوزداد عشان هو مصمم ان هو يطلع بالكوره صح ويعمل بيها هجمه خطيره ويكسر خطوط من فريق شباب بلوزداد، وينجح فعلا ان هو يلعب الكوره لبزيرة في مساحه خاليه تماما. حتى الكرات الثابته احمد فتوح مش سايبها، احمد فتوح بيقدم مستوى عالمي. بص هنا عرضيه بالمسطره على دماغ عدي الدباغ عشان يحطها من لمسه واحده، لولا سنتيمترات والكره دي كان زمانها جون مش اوفسايد. اما بقى كواليتي فتوح في الكروسات العكسيه اللي بتضرب خط الدفاع بالكامل فهو في حته تانية تماما. هنا احمد فتوح بيعمل كرة بالمسطره، لا طويله ولا قصيره ولا كرة متشعلقه في الهوا فتاخد وقت في الجو فالمدافع يلحق يرجع. كرة على المقاس بالظبط عشان تحط فيها وش رجلك تحطها في الجول. وعدي الدباغ حط وش رجله، ولكن كانت محتاجه دقه اكتر من عدي الدباغ. وزي ما قلت لك ان معتمد جمال ما عندوش مشكله ان الثغرات دي تحصل مقابل اللي بيقدمه احمد فتوح. يعني هنا احمد فتوح مسك الكوره وفضل مزود فيها لحد ما الكوره اتقطعت. كرة تانية وهجمة خطيرة ومحمد شحاتة اضطر ان هو يسيب مركزه ويطلع يقابل اللعيب بتاع شباب بلوزداد ناحية الجناح، والمساحة دي ممكن تعمل خطورة كبيرة جدا على الزمالك. المفروض اللي يرد في المكان ده عبد الله السعيد واحمد فتوح، وزي ما انت شايف كده احمد فتوح رد متأخر.